هل تعلم انه المنتخب الوطني التونسي يمتلك رقم قياسي في الكان؟ يظهر فيك ما تعرفش، ما تابعني للاخر وجي نحكي لك على اهم الارقام اللي يمتلكها المنتخب الوطني التونسي في كأس افريقيا. المنتخب الوطني التونسي يشارك للمرة 20 في تاريخ نهائيات كأس افريقيا، لعب 75 مباراة، حقق الانتصار في 23 مباراة وانهزم ايضا في 23 مباراة، بينما حقق نتيجة التعادل في 29 مباراة. نسور قرطاج سجلوا 94 هدف بينما استقبلت شباكهم 91 هدف. المنتخب الوطني التونسي وصل للمباراة النهائية في 3 نسخ وتوج مرة واحدة باللقب وكانت في نسخة 2004. أكبر انتصار للنسور كان في نسخة 2006 في مصر وجاء على حساب منتخب زامبيا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف. أما أكبر هزيمة تلقاها المنتخب الوطني التونسي في الكان كانت في نسخة 2000 أمام المنتخب الكاميروني بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. هداف المنتخب هو اللاعب دي سانتوس اللي سجل 10 أهداف في الكان، ويليه يوسف المساكني برصيد 7 أهداف. كذلك سيصبح اللاعب يوسف المساكني هو أول لاعب يشارك في 8 نسخ للكان، وكانت أول مشاركة ليه في نسخة أنغولا 2010. يعتبر المنتخب الوطني التونسي هو صاحب أكثر عدد مشاركات على التوالي في تاريخ الكان برصيد 16 مشاركة متتالية، وهو رقم قياسي بعد أن حطم رقم المنتخب المصري صاحب 14 حضور متتالي في البطولة الإفريقية. كانت هذه أهم إحصائيات المنتخب الوطني التونسي في تاريخ نهائيات كأس إفريقيا. اكتبوا لنا في كومنتير هل تشوف أن المنتخب الوطني التونسي قادر على المنافسة على لقب البطولة وإلا لا.